لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. للأسف الشديد الزمالك للمرة الثانية بيخسر على التوالي في بطولة ودية. بطولة ودية الزمالك بيلعب فيها بكامل نجومه، يعني سيبك من أحمد سيد زيزو مع المنتخب أو إن كان 2-3 زي أحمد فتوح. الزمالك بيلعب في البطولة الودية معيش جمهوره إنها كأس العالم للعرب، للأندية العرب. الهزيمة السابقة من فريق إماراتي، الوحدة الإماراتي، والهزيمة اليوم من أم صلال القطري. يعني والله العظيم ثلاثة، لو مجلس إدارة الزمالك قاصد إنه يهين الزمالك رياضيا أو يقلل منه ما كانش حطه في الوضع الصعب ده. أنت رايح تلعب بطولة زي دي، رايح تلعب بطولة زي دي، يا إما تكون عامل حساباتك وعامل معايشة تقدر من خلالها تطلع بالفرقة بتاعتك إيجابيات تعود على الفرقة في الدوري العام في الكونفدرالية. لكن يا راجل رايح الوحدة الإماراتي ومصلال، يعني فرق معرفش تقريبا في آخر 5-6 مراكز في الجداول بتاعتهم، وشكل الأهداف اللي بتدخل في الزمالك والله بتفكرني بمقولة الكابتن فاروق جعفر أحد عمالقة نادي الزمالك، وهو بيقول لك عيب الزمالك يا جماعة إنه مفتوح من ورا. الأجوال اللي بتخش في الزمالك ما تدخلش، والله العظيم حرام. ما يحدث في الزمالك في الإمارات فضيحة، لا في لعب ولا في ريحة ولا شكل ولا أي حاجة للزمالك. فين المجلس اللي وعد الزمالك يعني لبن العصفور زي ما بيقولوا؟ لازم الزمالك يشوف حل، لان لو رجع بالشكل ده على الدوري والله العظيم ينافس على الهبوط. وانا حزين جدا 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 على جماهير الزمالك، لان فيهم فئه محترمه جدا جدا عارفه ازاي فريقها بيقدر يرجع. ولكن اللي زعلك الفئه الاكبر في جمهور الزمالك انهم دايما يقول لك ايه، اصل النادي الاهلي، اصل النادي الاهلي. يا جماعه الخير، قالها الكابتن سعد حفيظ، بص في ورقتك، بص في ورقتك. مش كل الاهلي ما هو اتغلب من الاخدود، من الاخدود، بس معروف الزمالك، معروف النادي الاهلي رايح بيلعب بالناشئين، بالناشئين. ده ما كانش فيه الا الصفقه الجديده وسام، وتقريبا كمان كان كريستو اللي ما شاركش مع النادي الاهلي الا في مباراتين 3. في فرق، الزمالك رايح عايز ياخد البطوله الوديه، الوديه المكونه من 4 فرق، عشان يقول انا اخدت بطوله، ويبدا يعدل الكرافته بتاعته، وجماهير الزمالك تهلل وتقول وتعيد. وحق لا اله الا الله، واذان العشاء بيأذن ان الواحد صعبان عليه الزمالك. احنا نفسنا الزمالك يرجع الملكي، عايزين الزمالك يرجع تاني، لان الكوره بدون زمالك في مصر مش هنعرف اصلا نستمتع بيها الكوره. اوعى تفكر ان احنا كاهلاويه مبسوطين وخلاص الاهلي لوحده، لا. لن تجد متعه في كره القدم بالذات في الدوري المصري الا سواء كان اذا اهلي وزمالك واسماعيلي وبورسعيدي والكلام ده كله. غير كده بنضحك على انفسنا. طب ايه المطلوب؟ المطلوب من نادي الزمالك انه يحل مشاكل ناديه، الازمه الماديه الطاحنه يحلها، يشوف صفقات زي ما جماهير الزمالك كانت بتتغنى. طب ارجعوا على الاقل ل 2020 او 2021 تقريبا لما الاهلي خد دوري ابطال افريقيا من الزمالك، ولا واحد اهلاوي بيقول لك بالعافيه الزمالك كان افضل تيم، بن شرقي وطارق حامد وقول زي ما انت عايز تقول، قول ونجم ابو جبل. مشكله الزمالك القلق، ما بيصبرش. فانا عشان واحد اهلاوي صعبان عليا جمهور الزمالك وحال الزمالك، طلع اقول لك ان الزملكاويه يعني مكسوفين يقولوه. الزمالك وحش، الزمالك ما فيهوش دفاع، الزمالك مالوش شكل. حسين لبيب مع احترامي وحفظ الالقاب للجميع واحمد سليمان جم وقالوا لجماهير الزمالك خلاص مفيش ازمات، مفيش ازمات. امال في ايه؟ قال لك في زمالك جديد يختلف عن العصر الماضي اللي كان فيه مرتضى منصور. هل وفيتم بالوعد؟ هل يعني كنتم صادقين مع جمهور الزمالك في رسم خارطة طريق؟ ده اللي الزمالك محتاج يوضحه لجماهيره. على كل حال هارد لك للزمالك للمره الثانيه على التوالي، وان شاء الله تكون بطوله يعني ايه الزمالك يطلع فيها باقل الاضرار، مفيش اصابات، وما يبصش الاهلي بقى، كل واحد يبص في فرقته عشان ربنا يسهل. بشكركم جدا، وان شاء الله انتظرونا دائما وابدا على ملعب الكباتن. ما ينقصنا فقط
الا حبكم الكامل لينا بالدعم والاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.